Salut mes amours, j'espère تكونوا bien. أنا لاباس الحمد لله. alors اليوم جبت لكم سوجي حساس شوية، وهذا السوجي مطلوب بزاف. وين ما تروحي تلقاي البنات يحوسوا على هذا السوجي. موضوع يهم كل عروسة جديدة ولا كل وحدة رايحة تسكن مع أهل الزوج، وبزاف ناس ولا بزاف عرايس يخافوا من السكن مع أهل الزوج. هي سيفغي السكن مع أهل الزوج ما هيش حاجة سهلة، ومشي حاجة صعيبة تاني، ومشي عيب. داكا هي من الأحسن من الأول تتفاهمي مع راجلك. قال نتايا هناك باغي تسكني مع داركم، داكور إذا انتي قبلتي صح، واذا ما كنتيش قابله تجي تتفاهمي عليه قبل في فتره الخطوبه قبل ما تتزوجي به. صحيح حبيبتي؟ ايوه. كما قلت لك السكن مع اهل الزوج ما هيش حاجه سهله، ومنطو ما هيش عيب، وما راهيش حاجه صعيبه، وما راهيش تانيك ضعف ولا تحسي روحك مخنوقه ولا متوتره. انتي دوكا الا قديري في بالك باللي انتي راكي رايحه من دار تعودتي فيها تكوني بنت لدار جديدة، لازم تكوني فيها زوجة وكنة. انتي عارفة هي زوجة وكنة؟ ولي تكوني قد المسؤولية، وامرأة واعية، وتكوني امرأة ما تجيبش الهدرة لروحها، وفاهمين. واليوم راح نعطيك نصائح من الواقع. صحيح حبيبتي؟ اليوم السوجي ما فيش المثالية ومشي هدرة ولا كلام وردي، لا، اليوم الواقع. صحيح. الحاجة الأولى إذا تصحي الفكرة قبل ما تدخلي، بس نتوما العرايس أكبر خطأ تديروه هو كي تدخلي لدار شيخك ولا تبغي تقولي نروح ونكسب قلبهم كامل ونرضيهم كامل. نو، لا، صايي انتي راكي رايحة تعيشي، ماكيش رايحة تمثلي دور. صايي باسكو هادو اهل الزوج بشر، فيهم المليح، فيهم اللي مشي مليح، فيهم اللي يبغيك وفيهم اللي ما يبغيكش، وفيهم اللي يراقبك بصمت. كل واحد كيفاش تكون عقليته معاك، ولا كيفاش ما انتي ما رايحش تفرضي عليهم ولا يبغوك بالسيف ولا صاي. انتي دوكا راكي كنا جديده، صعيب اصلا باش يوالفوا. الحاجه الزوجه واللي هي الاحترام واجب. صاي يليق تحترمي روحك وتحترميهم. كوني انتي محترمه، تكوني عاقله مربيه مليحه، ما تكونيش انسانه نقولوا تمشى بالحيله. صاي تمشي بنيتك ورايح ربي يعوضك. وبيان سور الاحترام في حدود، ماشي طاعة عمياء تحترميهم وتفوتي لهم على كلش حتى يفوتوا لي ليميت تاعك. نو، المرأة اللي تلغي روحها الناس يتعودوا عليها، ومن بعد يصعب عليها باش تولي باش يرجعوا يحترموها. صحيح دوكا تلقى روحها مع الاول تقول معليش راني عروسه جديده ونحشم، ومنا يدخلها شومبرتها يرفدوا لها صوالحها وتقول لا معليش نحشم، ومنا اي تلقى روحها عام عامين بالضغط البزا تولد، ومنا اي صاينه اللي تقولهم لا انا هاد الحاجه ما تعجبنيش ولا تماك تولي انت اللي ماشي مليح. ما الاحترام والحدود من الاول ماشي حاجه تطفل، وكي تطفل تولي انت اللي ماشي مليحه. وانتي في هذاك الدار كامل راجلك هو اللي مسؤول عليك، سما زوجك هو الامان تاعك. صايي سي بوغ تسمعيني مليح، راجلك هو الجسر تاعك الامان. صايي سي بوغ اي حاجه تقلقك تشوفيها في نهارك ولا بالك شوفها هكا عيانه، ولا كلمه هكا يقولوها لك تجرحك، ولا يدخلوا لك في الخصوصيات، ولا يقارنوك مع كاش وحده، انتي ما تروحيش تواجهيهم، تواجهي اهل الزوج مباشره
وتانيك ما تبدايش تجمعي الغضب حتى تنفجري. هضري مع راجلك في وقت يكون كالم، بلا بكا بلا عياط بلا زقار، نو. قولي له بكل ثقة وبكل هدوء، قولي له انا نحاول اتأقلم بصح نحتاج الدعم بتاعك. شوف هاد الحاجة اللي صارت لي اليوم رايحة نفوتها على جالك، بوغتو انا ما عجبتنيش. عادي، هضري مع راجلك كيما هو. راجل كيحس روحه مسؤول عليك يحميك هو، صايي. وبيان سور باش تعيشي آلاز وتإيفيتي المشاكل تعلمي فن التجاهل. تجاهلي صايي. ماشي كل كلمة لازمها رد، باسكو بكري ناس بكري قالوا لي فات على كلمة فات على روح، صايي. ومشي كل تصرف لازم له صايي ديري ردة فعل. كاين كلام نورمال تقدري تنسايه، تقدري تفوتيه، تقدري تتجاهليه، صايي. والمرأة اللي انتيليجون تعرف كيفاش ترد وكيفاش تخليه يحبس عند الحد بتاعه. وكي تتجاهلي انتي ماشي انسانة ضعيفة، نو. التجاهل قوة نفسية، قوة بزاف ناس ما يعرفوهاش. دي فوا يقولك الصمت قوة رد. حاجة الخامسة نورمالمون، ما تروحيش تبيني روحك في الخدمة وشغل تاع الدار، صاحبي. عاوني نورمال، راكي عايشة في دار تاكلي تشربي لقلك تعاونيهم، الطيبي، تنظفي. وهذه من اخلاقك وتربيتك. بيان سور كي كنتي في دارك وكنتي ديري هاد الصوالح. اباغي الا كنتي انتي وعجوزتك صح تقدري هكا، وعجوزتك كانت كبيره وما تقدرش صح، بس اذا كنتي انتي وسلفتك والويساتك وكامل، الا قديروا الداله وتتفاهموا عليها من الاول. ونوصيك ما تحمليش روحك فوق طاقتك. مشي تروحي تطيحي على الشغل كما سندريلا، صاي. وما تديريش كلش وحدك كما قلت لك الا تتعاوني. وما تخليش الخدمه تولي لك واجب مفروض بستيف عليك ديريها. نهار اللي تكوني عيانه مريضه قال راني عيانه مريضه ما تخرجش من الشومبره تاعك وصاي، باش يتوالفوا. نهار اللي تمرضي يليق لك تريحي. من البدايه يليق تعوديهم، من البدايه تعوديهم الحدود تاعك. وسواء باغ اكزومبل تي النهار اللي تكوني ديموراليزي ولا ما قادش تخدمي ولا راكي عيانه، قعدي في لاشومبر تاعك وصايي باش يتوالفوا. ماشي لي صاي يديروا في بالهم باللي انتيا خصك كل يوم تنوضي طيبي لهم القهوه ودير لهم الفطور ومنا صاي. هذيك شو حاجه واجب عليك. نو كي تعيا ريحي، باسكو اذا راحت الصحه ما رايح نفعك حتى واحد في الدنيا. حاجه واحده اخرى واللي بزاف بناس يطيحوا فيها غلطه، بزاف ناس يطيحوا فيها، انه العروسه تبغي تفضفض وتبغي تحل قلبها. سي بوغ نقول لك اسرارك احتفظي بيها لروحك. ماشي كل واحد لازم يعرف المشاكل تاع داركم ولا خلافاتك مع زوجك ولا حاجه انتي توشيك نقطه ضعفك، نو. تعلمي ما تحكيش الصوالح نتاوعك. اي حاجه نتاعك ما تحكيهاش. عارفي واش تهضري ووزني الهضره قبل ما تهضريها. خلي الاسرار تاعك عندك، ما تحكيهم حتى لوحده. وديري في بالك في دار اهل الزوج رايحه تسمعي فلانه دارت، فلانه صبرت، فلانه ما قالت والو، فلانه كانت كيما هاك. انتيا ماشي فلانه، انتي هي انتيا. ظروفك مختلفة، طاقتك مختلفة، شخصيتك مختلفة. ثم قارني روحك بالأمس فقط وشوفي كيفاش تتحسني. حاجة واحدة أخرى، ما تنسايش روحك. صاي بداي كي تنوضي تصبح بداي بروحك قبل ما تبداي حتى بحاجة، باسكو في وسط هذيك الخدمة والهدرة والضغط يليق ما تنساش الأنوثة تاعك وما تنساش راحتك وما تنساش نفسيتك. ديري وقت لروحك ولجسمك والنفسية تاعك. والمرأة اللي تهتم بنفسها رايحين يحترموها بلا ما يعباو.
وما تنسايش تانيك الدعاء والنية الصافية، ما كانش كما النية الصافية والقلب الابيض. دعي ربي يلين القلوب، وربي يبعد عنك الفتن، وربي يعطيك الحكمة. وفي النهاية حبيبتي نقول لك السكن مع أهل الزوج مرحلة، ماشي نهاية. كامل نفوتوا هذيك المرحلة، وقادر كاين اللي ما يفوتش فيها، بصح كل واحد وربي شا مكتب له. تقبلي حياتك كيش ما كانت، وديري في بالك بلي تقدري تعيشيها وتفوت. ويبقى عندك انتيا الاختيار كيش تقدي تعيشيها، اسكو تعيشيها بالدموع والتعب، ولا بالهدوء والذكاء. وصلنا لنهاية الفيديو. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون فادك ولو بشوية، وديري لي لايك سيلفو بلي عميرة تاعي، واشتركي في القناة وخلي لي تعليق. شباب حلو كيفك. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.